بلد زي الإمارات نسبة الأجانب فيه بتوصل ل 90%. بسبب النسبة دي ممكن يحصل فيه تغيرات كتير محدش يتخيلها. تفتكر ممكن يحصل زي اللي حصل في سنغافورة؟ طب إيه اللي حصل في سنغافورة؟ وهل فعلا المهاجرين سرقوا البلد؟ وهل الخليج ممكن يلاقي نفسه قدام سيناريو مشابه؟ في الفيديو ده هنتكلم عن تأثير العمالة الأجنبية على دول الخليج، وإزاي ممكن التغيير ده يشكل مستقبل المنطقة. تابع معانا للنهاية، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة، وما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس، علشان للأسف 3% من مشاهدينا مشتركين في قناتنا دلوقتي. فلو بتستمتعوا بفيديوهاتنا تأكدوا إنكم تدوسوا على زر اللايك والاشتراك علشان يوصل لكم كل جديد. تو الناس الإحصائيات تخرع وتخوف. 80% من سكان قطر عمالة وافدة، 85% من سكان الإمارات عمالة وافدة، 70% من سكان الكويت، 40% من سكان السعودية، 30% من سكان عمان. الوضع خطير في الخليج. تدرين انت ان سنغافورة انفصلت عن ماليزيا لما سكانها الأصليين صاروا أقل؟ علشان نفهم الموضوع أكتر لازم نرجع لقصة سنغافورة. زمان سنغافورة كانت ولاية تحت الحكم الماليزي، وكان عندها اقتصاد قوي معتمد على التجارة والصناعة، لكن ما كانتش زي أي دولة، كانت مختلفة ثقافياً، بمعنى إن الأغلبية كانت من العمالة الصينية، وفي أقلية هندية وجالية أوروبية، والسكان الأصليين من المالاي كانوا أقلية. على مدار السنين العمالة الصينية بقت مهيمنة في كل القطاعات بسبب ذكائهم وخبرتهم، ومن هنا بدأ يظهر قلق عند الحكومة الماليزية، وبدأت تاخد قرارات إنها تسيب الصينيين والهنود عادي في التجارة والصناعة، بس ممنوع إنهم يتعينوا في مناصب حكومية، وممنوع يدخلوا الجيش والشرطة، وكمان ملهمش رأي سياسي. دولة ماليزيا أصلاً في الفترة دي كانت محتلة من بريطانيا اللي كانت محتلة المنطقة كلها. الشعب الماليزي كان بيقاوم مقاومة شرسة المحتل البريطاني لغاية سنة 1957، السنة اللي اضطرت فيها بريطانيا من الانسحاب من ماليزيا. لكن وزي ما فرقت العرب وعملت حدود وزرعت الكيان النجس وسطنا، لعبت نفس اللعبة مع الماليزيين. اللعبة هي فرق تسد، شجعت الصينيين في سنغافورة على الاستقلال. قبل ما بريطانيا تسحب القوات بتاعتها والسياسيين بتوعها من سنغافورة بشهور طويلة، ولما بدأت الثورات عليهم تبان إنها غالباً هتنجح وإن الاحتلال هينتهي، عملوا حاجة خبيثة جداً. بدأوا يشجعوا الصينيين اللي في ماليزيا للهجرة لولاية سنغافورة الماليزية، وعملوا لهم إعفاءات وإجراءات رهيبة، لدرجة إن كمية كبيرة رهيبة من الصينيين بدأوا يتوافدوا لولاية سنغافورة. أنت فاهمني؟ الصينيين كانوا أغلبية ساحقة في ماليزيا، ما بالك بقى إن الأغلبية دي لما أغلبهم يتركز في ولاية واحدة. وفعلا بريطانيا عرفت تلعبها صح، ووصلنا لمرحلة إن الصينيين بقوا هم الأصل في ولاية سنغافورة الماليزية، ونادراً ما تشوف حد ماليزي هناك. بريطانيا تعمل إيه بقى؟ هوب شجعتهم على الثورة، ثورة كفاح، اعملوا يلا حق تقرير مصير. يعني إيه حق تقرير مصير للأغلبية الساحقة في سنغافورة؟ حق الاستقلال عن ماليزيا. وبريطانيا هنا استغلت بند موجود في لوائح الأمم المتحدة بيتكلم عن تقرير مصير الأغلبية الساحقة، والقانون الدولي بيكفل البند ده. هو ده اللي حصل للأسف، ونجحت بريطانيا واستقلت سنغافورة عن ماليزيا سنة 1965، وبقت دولة مستقلة وحكمها المهاجرين دول اللي كانوا في يوم من الأيام هم الأقلية. تخيل بقى اللي بقولك عليه ده هو اللي حصل فعلا، وده اللي أدى إن أغنى ولاية في ماليزيا ولاية سنغافورة استقلت وبقت دولة مستقلة، وماليزيا كلها خسرتها. دلوقتي لو بصينا على الوضع في دول الخليج هنلاقي إن العمالة الأجنبية بقت عنصر أساسي في الحياة هناك، سواء في الإمارات، قطر، الكويت، أو حتى السعودية. الإمارات مثلا فيها نسبة أجنبية بتوصل ل 90% من السكان، والأجانب دول مش بس موجودين في وظائف بسيطة، لأ ده هم كمان بيمثلوا نسبة كبيرة في القطاعات المتوسطة والعليا. في دبي على سبيل المثال تلاقي نفسك محاط بلغات وثقافات متعددة أكتر من الثقافة الخليجية نفسها، وده اللي بيحصل دلوقتي في الإمارات وخصوصا مع العمالة الهندية. انزل كده تمشى في دبي، تتمشى كده في الشوارع، في المولات، في الجامعات، في مترو دبي، هتحس إنك بتتمشى في الهند، لدرجة إنك هتسأل نفسك هو فين الإماراتيين؟ طول ما انت ماشي مش هتشوف ولا هتسمع غير لغات أجنبية، وخصوصا اللغة الهندية. طب أقول لك، إحصائية رسمية سنة 2024 بتقول إن الإماراتيين نسبتهم 12% بس. تخيل معايا في الإمارات كلها إن الإماراتيين نسبتهم 12%، بينما الهنود أغلبية كاسحة في الإمارات، لدرجة إن اللغة الهندية معتمدة في المحاكم الإماراتية. تخيل إن حسب إحصاء رسمي الهنود لوحدهم تخطوا في الإمارات 30%، والبعض قدرهم ب3.5 مليون مهاجر.
وإنهم بيحولوا للهند 13 مليار دولار سنوياً، وإنهم متحكمين في 50% من سوق العقارات في الإمارات. نروح لقطر سنة 2022. إحصائية عملتها قناة الجزيرة القطرية لقت إن الهنود بس في قطر 30% من السكان، والقطريين أقل من نص النسبة دي. عايز كلام دقيق؟ سنة 2022 الهنود في قطر حوالي 760 ألف نسمة، والقطريين 320 ألف. خلي بالك الهنود دول مش عمالة وغلابة، ده في منهم كتير رجال أعمال. تعالى في الكويت، إحصائية ديسمبر سنة 2022 قالت إن الجالية الهندية في الكويت تخطط 30% من إجمالي عدد السكان، وإنهم وصلوا ل 857 ألف، وبيزيد سنة عن سنة. وعلى فكرة حكومة الإمارات فاهمة المشكلة دي كويس، علشان كده لو تلاحظ الجيش والشرطة والمناصب الحكومية هناك كلهم إماراتيين بس. لو تلاحظ في أول الفيديو هو ده اللي حصل في ماليزيا برضه، الحكومة حست بالمشكلة وكان الجيش والشرطة والمناصب الحكومية في ماليزيا للماليزيين بس، ومع ذلك سنغافورة استقلت وبقت بلد لوحدها رغم إن دي كانت أغنى ولاية هناك. وخلي بالك أنا اديتك إحصائية لنسبة الهنود بس، إنما بلد زي الإمارات صنفت في إحصائية رسمية الإماراتيين 12% وجاليات آسيا على بعض 59%. أنت متخيل الناس بتوع دول جنوب آسيا عددهم قد عدد الإماراتيين حوالي 5 مرات؟ المصيبة الأكبر إن الأعداد دي في تزايد. متخيل إن في بلاد ممكن تقلب الناس دي على دول معينة في الخليج وتشجع مثلا بعض الجنسيات على التمركز في مناطق معينة في الإمارات زي دبي مثلا، وبعدين هوب المطالبة بحق تقرير المصير؟ هتقولي بس دي حاجة صعبة قوي تحصل. هقولك إن الماليزيين برضو كانوا بيقولوا نفس الكلام في ماليزيا، واستقلت أغنى ولاية في سنغافورة سنة 1965. وعلى فكرة أمريكا مش عايزة خالص تضر الخليج دلوقتي لأن فيها مصالح مشتركة، لكن لو حكام الخليج بعضهم اتقلب مثلا على أمريكا أو بريطانيا أو من الناحية التانية الصين أو روسيا، سهل قوي إن مخابرات الدول العظمى تقلب الجنسيات الآسيوية في الدول الخليجية، والأمم المتحدة هتقف مع الجنسيات دي. لو أمريكا مثلا أو بريطانيا أو فرنسا عززت كده وخلت مخابراتها تضغط على الأمم المتحدة علشان يعملوا الموضوع ده، يا جماعة الأمم المتحدة أصلا شغالة عند الدول العظمى، ولا نسيت موقف الأمم المتحدة مع أخواتنا واللي تعرضوا ليه دلوقتي؟ وبرضه مش هي دي نفس الأمم المتحدة اللي وقفت ساكتة زمان على اللي حصل في العراق وأفغانستان، رغم إن هي الأمم المتحدة لما حصلت الحرب بين روسيا وأوكرانيا قلبت الدنيا على روسيا. فهمني؟ الموضوع كله إنها لعبة في إيد دول معينة. فإيه اللي يمنع إن اللي حصل في سنغافورة يحصل مثلا في دبي، زي احتجاجات وانفلات أمني ومطالبة بحق تقرير مصير، وفجأة الأمم المتحدة تدعم الكلام ده وهوب عمل استفتاء انفصال ونلاقي دولة جوه الإمارات بيحكمها الهندوس. وعلى فكرة الكلام ده حصل في دول كتير، وكمان كان ممكن يحصل في المغرب. الأفارقة اللي اتجمعوا في الصحراء المغربية وشكلوا جبهة البوليساريو وحملوا السلاح ضد الحكومة وطالبوا بالانفصال، لكن الحكومة المغربية كانت صاحية ودمرتهم فعلا. وخلي بالك الغرب سياساته دلوقتي لما يعوز يدمرك مش هيحاربك بالسلاح، لا هيحاربك بالاقتصاد والديون وحق تقرير المصير. وربنا طبعا يستر على بلادنا العربية إن شاء الله، لكن الخطر موجود والحذر واجب. عموما اكتبوا لي في التعليقات رأيكم واشوفكم على خير إن شاء الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. سلام. تو الناس الإحصائيات تخرع وتخوف. 80% من سكان قطر عمالة وافدة، 85% من سكان الإمارات عمالة وافدة، 70% من سكان الكويت، 40% من سكان السعودية، 30% من سكان عمان. الوضع خطير في الخليج. تدرين أنت أن سنغافورة انفصلت عن ماليزيا لما سكانها الأصليين صاروا أقل؟